يا صباح الفل والياسمين. النهارده هنعمل طبق فتة بالثوم والخل، انما ايه حكايه حاجه كده خطيره جدا، طعمها رهيب جدا. طبق كده خطير ويشرفك وقت العزومات وقدام جوزك يرفع راسك. يلا بقى نشوف الجمال ده عمل ازاي. نبتدي كلامنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول حاجه عندنا هنا الميه بتاعتنا. لما اتغلت نزلت عليها بصلتين وطماطمتين، وهنزل اللحمه بتاعتي بعد الميه ما تغلي، وعليها حبه فلفل اسمر. مش هحط اي حاجه تانية خالص. انا لا بحط لورا ولا بقدونس ولا كرفس ولا اي حاجه خالص. بحب احتفظ بالطعم بتاع الاكل اصلا، فبجد خطير. فسيبتها بقى تتسلق. بعد كده هعمل شويه رز ابيض حلوين كده، معلقه سمنه بلدي، وبعد كده عليها ميه. وبعد كده حطي الرز بتاعك وظبطي الميه والملح وخليه لما يستوي. بعد كده هنعمل الفته بتاعتنا. طبعا فته بالثوم والخل. نزلي السمنه، ويا سلام لو تعملي الاكل بتاعك الحلو ده بالسمنه البلدي، بيدي طعمه حاجه كده رهيبه. بينقل الاكل من حته لحته تانية خالص. حطي السمنه البلدي بتاعتك يعني ازاي ان التوم ده مخزناه عندي كده، فنزلت حوالي دول 6 فصوص توم حلوين كده. ورحت جايه بقى مشوحاهم مع بعض لحد ما وصل اللون الذهبي الحلو كده. واوعي يتحرق منك او يتغمق لونه عشان ما يمررش منك. انزلي بالخل بتاعك ياخد بالظبط غلوه كده. وبعد كده حطي الشوربه بتاعتك على مقدار الفته اللي انت هتعمليها. فانا حطيت حوالي 3 سلطانيات من الشوربه. سبتها تاخد غلوه كده، تاخد غلوتين حلوين. وبعد كده هنشيلها بقى على جنب. بعد كده هنجيب العيش بتاعنا. نزلنا معلقه سمنه حلوه كده. وبعد كده عيش ناشف، مش عيش ابيض يعني، او عيش طري. وبعد كده قصقصته وحمرته، لا هو عيش ناشف. رحت جايه حاطه معلقه سمنه حلوه. نزلت العيش بعد ما كسرته. بعد كده رشه فلفل اسمر، قلبتهم مع بعض كويس لحد ما اتحمر كده واتحمص بطعم السمنه البلدي كده الحلو ده. وبعد كده شلتهم خلاص. بعد كده بقى هنحضر الطبق بتاعنا الخطير بتاع الفتة. بجد حاجة كده خطيرة جدا. هنجيب بقى طبق التقديم بتاعنا كده، وانزلي بالعيش بتاعك المحمص الحلو دوت، بيكدي الريحة رهيبة. نزليه. وبعد كده هاتي بقى من الدقة بتاعتنا. امشي بنفس التفاصيل دي كده، هيعمل معاك، هتطلعي بحاجة طبق وهمي. انزلي الاول بحبة من الدقة على العيش دوت عشان تطري العيش شوية كده، وياخد العيش طعم الدقة ذات نفسها. طعم التوم والخل كده ياخد العيش من الطعم. بعد كده نزلي الرز بتاعك. بعد ما تبلي العيش كله كده، يجي عليه رشه، بس مش تبليه قوي تنغنغيه كده، يا دوبك هتمشي عليه ان هو يتبل. بعد كده نزلي الرز بتاعك واستخدمي وحطي الكميه اللي انت عايزاها. نزلي الرز بتاعك عليه. وبعد كده هاتي اللحمه بتاعتك. عايزه تحمري اللحمه حمريها، عايزه تخليها زي ما هي كده زي ما هي حبيها. انا قبل كده عملتها محمره، ودلوقتي حبيت برضو ان انا انزلها اخليها مسلوقه من غير ما تتحمر. شايفين الجمال خطير. الرز بتاعنا بقى هنكمل عليه الرز. بعد ما نحط الرز ننزل الشوربه بتاعتنا عليها، الدقه الجميله اللي بالثوم والخل دي، الريحه روعه. بعد ما احط الشوربه بتاعتي كده واوزعها على طبق الرز بتاعي، احط رشه فلفل اسمر. ما تقوليش مشكلتك مع الفلفل الاسمر، بيخلي يا جماعه الطعم الفته رهيب. ما بين كل خطوه وخطوه بحط برده رشه فلفل اسمر. بعد كده بنزل اللحمه بتاعتي عليها من فوق كده، وبألف هنا وصحه. احلى طبق فته باللحمه بالثوم والخل. مش خطير، رهيبه رهيبه رهيبه. اعمليها وامشي على نفس التكات، هتطلعي كده بحاجه عظمه، حاجه عظمه على عظمه. عايزه بقى تعملي صلصه كده وتحطيها عليها الصلصه اللي هي بالثوم والخل كمان، تحطيها حواليها كده زي ما انت عايزه. عايزه تخليها في طبق جنبك، عايزه تخليها كده اساسي زي ما انت عايز. حاجه كده فاخر من الاخر. جربيها وقولي لي رايك فيها. بجد رهيبه رهيبه.